عمري ما هنسى اليوم ده، أحلى يوم في حياتي وأول فرحتي يوم ما شوشو حبيبتي جابت لي ولي العهد. سميته مدبولي على اسم جوزها الأولاني أبو شيماء وإسراء. مازو وسيم جالهم موبايلين جداد للعبة، كنت فاكرهم هيجيبوا ورا ويرجعوا يلعبوا، بس الحقيقة بقى رموا الموبايلات. ما ننكرش ان احنا لعبنا كتير وكسبنا كتير قوي، بس طلعوا رجاله. ليه بيه تاني؟ ده كانوا هيبيعوا بسبب اللعب. مازو قص البلاوي قرر يخش مصحة عشان يطلع داء اللعب من دمه. انا قلقانه قوي يا دكتور. ما تقلقيش يا مدام، لو عدوا ال 24 متر دول على خير يبقى زعق لنا نبي. ساعتها بس اقدر اقول لك ان ادمان اللعب خرج من دمه. يا رب. اختبار كوريدور الجحيم. دور، حركه، اكشن. ما تبصش عليهم يا مازو، ما تبصش، تعالى كمل. خليك قوي. اديله على دماغ الواد الحريف ده لحسن هيضيعك. هانت يا مازو، يلا يلا. يا لهوي، مش هيستحمل. مازو ضعيف جدا قدام الكونكان. ارجوك يا مدام، خلي املك كبير في ربنا. لا يا بابا، ما تعملش زيهم، دول وحشين. ابعد ابعد بقول لك. برافو عليك يا بطل، برافو، الف مبروك. انا دلوقتي بس اقدر اقول لك انك عديت مرحله التعافي بكل نجاح. يعني يا دكتور نقدر ناخده دلوقتي ونروح على البيت؟ انا هكتب له على خروج حالا على مسؤوليتي. وارجوك يا مدام لو حسيتي بتعب انت او مازا او اي حد في العيله، اياكوا حد يتصل بيا، انتوا فاهمين؟ ما تخافش يا دكتور، انا مش هرجع للعب تاني ابدا. انا مش هرجع للعب، انا هكرس حياتي كلها ان امنع اي حد انه يلعب. بوله واحده بس قبل ما بوله واحده يا ده خلاص صدقنا. مازو كان عنده وعده وبقى مكرس حياته كلها عشان يمنع اي حد من انه يلعب. غريب، بعد اذنك لو اللي بتلعبوا ده ببجي فمن فضلك اعمل لوج اوت حالا، لان انا مانع اللعب في العماره. دي مش ببجي، دي فانتاسي، وسيبني في حالي لان هاري كين لسه مضيع بيلن وانا حاطط عليه كل فلوسي. من فضلك انا مانع اللعب في العماره. انت مين يا جدع انت؟ انا مين ايه؟ انا مظهر. ايه دي؟ إيه انت اكيد اخو الاستاذ مازو، بس انت شكلك محترم ومؤدب. التاني رمه ما يتقلعش من الجزمه. يا غريب، انا الرم، انا مازو، انا لسه خارج من المصحه وبطلت لعب خالص. تعال ورايا. وبعد ما انطرد وسيم من الفندق قرر انه يشتغل في مجال الفن. وسيم اشتغل في السينما وبقى نجم شباك، اقصد طبعا نجم شباك حجز التذاكر. يا فندم انا عارف طبعا ان الفيلم مسموح بدخول الاطفال، بس انا مش هدخل ابن حضرتك. على فكره انا عندي اكرم وكريمه وما دخلتهمش الفيلم صعب جدا. انا نفسي في الاخر تعبت. يا سيدي وانت مالك، هو اصلا هيخش ينام على طول. حضرتك متخيل في اخر الفيلم لما ابن حضرتك يعرف ان الاب هو اللي قاتل؟ ده هيهز علاقتكم جدا. انا اسف، دي صدمه. انت متخلف تحرق الفيلم كده عادي؟ دي انت بني ادم قفيل قوي يا جدع. طب والله ما احنا داخلين، يلا يالا. اسف يا فندم، اتفضل نيكست. تذكرتين من فضلك. تذكرتين لي؟ حضرتك داخل مع مين؟
المدام؟ طب وهي المدام بتفهم انجليزي كويس؟ يعني نص نص. لا نص نص، يبقى اسف مفيش اماكن. ليه يا فندم؟ في مكان في الصف الاول اهو. زي ما حضرتك قلت، المكان في الصف الاول. الصف الاول مع النضاره بتاعت المدام بتاعت حضرتك دي مستحيل تعرف تقرا الترجمه. انت بتقول لي نص نص في الانجليزي. على الجنب ده. طيب هو حضرتك راكب تاكسي ولا ايه؟ على جنب ايه؟ وبعدين الصف ده معلش اللي ورا حضرتك كلهم من قصار القامه، انا عددهم كويس وعامل لهم تيست، عندهم مشكله برضو في اللغه الانجليزيه، فمش هيعرفوا يقروا الترجمه لا من دماغ حضرتك ولا من دماغ المدام. حضرتك تخش فيلم عربي احسن. خلاص يا سيدي، نقلنا فيلم الفيل الازرق 2. الفيل الازرق 2 اختيار رائع حضرتك، بس حضرتك عارف ان ده ينتمي لافلام الرعب. يا سيدي عارف الفيلم هيبدا، خلصنا. لا الرعب بقى معلش يبقى حضرتك متحول للصيدليه. حضرتك هتجيب لي بقى معلش قياس ضغط ليك وقياس سكر ليك وللمدام، ها؟ وعلى فكره فور فري، قول لهم اللي محولني وسيم من شباك التذاكر. اتفضل. انا عايز اعرف انت عايز ايه من المدام؟ حضرتك اللي متجوز واحده لا مؤهله تخش لا افلام انجليزي ولا افلام رعب، اعمل لك ايه؟ بقول لك انا عندي الحل. حضرتك متحول للفود كورت، احسن تتعشوا وتروحوا. يدوك برجر. حضرتك المدام عندها اي حساسيه من البرجر او التشيكن ستريبس؟ انا عايز اعرف انت ايه علاقتك بالمدام يا جدع انت؟ دخل الفن من الباب وخرج بسرعة من الشباك، اتبهدل في الشغل عكس إيسو. ميسز إسراء مهنيا مش محتاجة شرح، جاكيتتها تحكي عنها. النهارده احنا بنكرم ميسز إسراء المدبولي على الإنجاز الجديد. ميسز إسراء، انت تفوقتي على الإدارة السابقة واستحقيتي أرفع وسام فندقي، وسام الوسيم. وسام ايه يا فندم؟ وسام الوسيم، زي مجلة المجلة وبرنامج البرنامج. ارفع وسام ايه؟ ده اتخن وسام شفته في حياتي، ده عايزه جاكيتين عشان تلبسه. بصراحة انت خليت الفندق من احسن 5 فنادق في القارة، وده انجاز ما قدرش مستر وسيم الصريتي يحقق. للاسف الاداره السابقه الفاشله كانت عقبه في مسيره نجاح الفندق بالتصرفات المستهتره اللي كانت بتعدي كل اللي حواليها، لكن زي ما في شخصيات سلبيه في حياتنا زي المدير الفاشل السابق مستر وسيم الصريتي، في برضه شخصيات ايجابيه في حياتنا. عشان كده انا بهدي نجاحي للرجل الاول، مصدر طاقتي الايجابيه وسبب نجاحي، حبيبي وجوزي وسيم الصريتي. جميل يا فندم. هي مش لسه كانت بتهزقوا؟ دي فقرة ودي فقرة. مكانك. حاضر. شاطرة طبعا، بس لسه هبلة زي ما هي، بس مش أهبل من أختها. أم كريم بقى اللهم صل على النبي هديت وخفت وبقت آخر حلاوة. اليوجا هي طاقتك، اليوجا هي قوتك. كيس الزبالة اللي في البيت ومنزلش بقاله يومين بياخد من طاقتك، بس اليوجا هترجعها لك تاني. ودلوقتي معادنا مع أسئلتكم الأسبوعية. قوت القلوب البيضاء بتسألني إزاي يا شيمو أعمل تمارين يوجا وأنا عندي الغضروف؟ هقولك يا قوت، هتلاقي في أول كومنت لينك الحلقة قديمة ليا كنت بشرح فيها أوضاع مريحة لليوجا. وبشكركم جدا لمتابعتكم النهاردة، ونتقابل الأسبوع الجاي. وبشكر ريسبونسر الحلقة النهاردة عطور أشجان للتركيبات الهاي كوبي نفس ريحة الأوريجينال. اقفل يا كريم. ايه يا مازو؟ انزل يا كريم اتعبت خلاص. شيماء ما تنسيش تغيري بطاقتك وتكتبي فيها نصابة. انت بتنصبي على الناس انت وابنك. اعمل ايه بس يا مازو؟ لازم اقابل جمهوري كده وانا معاهم بمنتهى المصداقيه عشان يصدقوني. لا والنبي. طب دخلي البتاع ده جوه عشان عامل زحمه في الصاله. ايه اللي في ايدك ده يا مازو؟ انت رجعت للعب تاني؟ لا يا مازو حرام عليك حرام عليك حرام عليك، انا ما صدقت يا شيخ. يا شيماء رجعت للعب ايه بس يا شيماء؟ انا لميت كل اللعب اللي في البيت وهديها الغريب. بجد الحمد لله. اهو جه. خير يا سي مازو، انا لا لبسي ولا شعري يسمحوا لي بمشورتك كل شويه كده. معلش يا غريب، هستأذنك بس تاخد اللعب دي توصلها للجمعيه الخيريه اللي على اول الشارع. طب وتتبرع بيهم ليه؟ ما الاقربون اولى اخدهم انا. لا انا مش بتبرع، انا برجعهم، ما انا اصلا سارقهم من الجمعيه الخيريه. طب ارجعهم كلهم بس اخد انا الكونكت فون. مفيش حد هيلعب تاني. طب العب جيم واحد. ما هي بتبدا بجيم واحد يا ابني، وبعد كده بتكر. روح يا غريب، وبعد اذنك يا غريب بعد كده لما اكلمك ابقى كنسل عليا وكلمني، بلاش عفانه يا غريب، انت اكبر من كده. ده ايه الايام السوداء دي؟ هو انا هلحق على مصاريفك ولا مصاريف الاستاذ وسيم؟ ده إسراء وسيم طول عمرهم بيفصلوا البيت عن الشغل، بس إسراء زي ما ركبت وسيم في الشغل للأسف
ركبته كمان في البيت. اكرم يا حبيبي، انا هعمل الطشه بتاعت الملوخيه وانت تشهى بقى واحنا بنحطها. يلا يا ويسو، انا هموت من الجوع. ما قلتليش يا حبه عامل ايه في الشغل؟ ها؟ الشغل؟ لا يا ده تمام يعني، كله زي اللي في الفل يعني، مفيش حاجه. وسيم، انت لما بتتلخبط في الكلام بتبقى مخبي حاجه على حبه. وبعدين انت رجعت بدري ليه النهارده؟ مفيش حفله ميد نايت ولا ايه؟ لا اصل هم النهارده لقوا قنبله في السينما، وبعدين الفيلم اصلا مش قد كده قوي يعني، فقالوا يقفلوا يعني. سيبك انت، عامله ايه وازيك انت؟ ها؟ خلينا بقى نتكلم عن نجاحاتك انت بقى والحاجات الحلوه اللي عملتيها دي. الوسام اللي انت خدتيه النهارده ده حاجه جامده قوي عندكم في الشغل فعلا. يا الله يا وسيم، انت مش متخيل مدى فرحتي قد ايه. تخيل ما حصلش عليه غير 2 بس في العالم، انا والمدير الفاشل اللي كان قبلي. طب اكرم، مع الطشه انت بقى لغايه ما انا اخلص. انت عارفه يا حبيبتي، انا بفكر يعني اسيب بقى موضوع السينما ده وبتاع. حاسس ان موضوع السينما ده جاب اخره قوي معايا يعني، قفلت الجيم قوي يعني. فان شاء الله من بكره الصبح هنزل ان شاء الله يعني كده، اشوف بقى شغلانه جديده في تحدي جديد بقى، اجيبها من تحت قوي يعني، الحاجات بتاعتي الجميله دي. انت عارفه يا حبي، انا بحس ان انا احسن رجل في العالم بس عشان انت مراتي. وانا يا ويسو يا حبيبي بحس ان انا انجح واحده في العالم عشان انت بس جوزي حبيبي. بقول لك ايه يا عمري، بما ان انت عاطل عن الشغل الفتره دي، سبت لك مصروفك جوه على الكومودينو. ايه الصوت ده؟ الشقه بتاعت الملوخيه، الشقه بتاعت الملوخيه بحبك بموت فيك. وانا كمان بحبك. خلص بقى الاكل عشان جعانه ولسه راجعه من الشغل. يا خسارتك يا مستر وسيم. اوضتي سعدون بقى حاله يصعب على الكافر، ومازو منع التعامل معاه نهائيا. السلام عليكم ورحمة الله. وقف عندك. هلا، شلونك؟ شخبارك؟ شو مسوي؟ هلا والله الاقي شقة فاضية للإيجار ولا شنو؟ ما أروعك. هلا الأماكن شلون؟ مشكلني. هلا وبعدها لك يا سعدون، ما ينفعش تطلع مصروفي من عن انك تدخل. سعدون، انت عرفتني ازاي كده؟ انت فكرك يعني لما هتلبس الطقم اللبناني دي انا مش هعرفك؟ طقم لبناني؟ عصفور يا حيوان، ده مأجرهولي على انه الطقم سوري. يلا بعد اذنك عشان ده وقت التام. ربنا يوفق التام، بس خلينا ابعد عشان التام ما يجيش في وشك. هكلمه بس. ابعد. دخل ازاي ده؟ انت بتتهرب مني يا مازو؟ بتتهرب من سعدون صاحب عمرك اللي ياما كسبك يا مازو، وكمان حطت صورتي مع الكلاب. يا اخي حرام عليك يا اخي. طب حط لي صوره احدث منها شويه. هو انا مش بعت لك رساله ان انا قطعت معاك؟ قد ايه يا صاحبي؟ تاخدني عظمه وترميني عظمه برضو؟ انا يا واطي، ده انا قعدت 6 شهور في المستشفى بتعالج من اللعبه، ما فكرتش تزورني يوم، وطبعا جاي النهارده عشان تستلف. لا انا كنت جاي اسرق، بس غريب مسكني. اصل انا تهاني خلفت زلومه صغيره ومش قادره اوكلها. ايه ده، انت خلفت يا سعدون؟ تهاني هي اللي خلفت. تهاني يعني خلفت لوحدها؟ لا انا كنت مشارك، بس هي اللي لعبت الدور الرئيسي يعني. والزلومه الصغيره سميناها سعدونه. سميتوها ايه؟ سعدونه. الله، سعدونه. الف مبروك. سعدونه. ما انا سمعت الاسم اهو. لا مش قصدي سعدون يعني هلب، قصدي يعني سعدونه. سعدونه باي حاجه، دي البت هتروح مني. ده البامبرز دلوقتي باغلى من البنطلونات، ده انا سبت لها بنطلوناتي وبقيت اشتري بامبرز عشان بس. بقول لك يا مازون، مفيش اي لعبه كده زي بتاع زمان. مفيش لعب، ولو في لعبه يا سعدون انا مش هلعب، وابعد عني عشان متلصم. ما تشوف لي معاك اي قرشين كده. انا اشوف لك قرشين؟ لا انا هسيب غريب يرد عليك بقى. اللي انت ما تعرفوش ان مازو بيبقى ياخد مصروفه مني. امشي يا سعدون، امشي يا سعدون، وربي سعدونه بنتك بعيد عن اللعب والقرف ده. ولو احتجت حاجه بقول لي. احتجته لسه قايل لك. لا دي جمله بنقفل بيها في العموم. روح يا سعدون، اديله اي حاجه، واللي انت بتعمله ده بيتعمل الصبح مش بالليل يا حبيبي. اي حاجه يا عم غريب ينعل ابو شعرك في الارض. واخر حاجه يا سيدي نسيت اقولها لك، اننا خلاص بطلنا اللعبه اساسا، ما عدا لعبه واحده عائليه على قد كده، امك بتعملها لنا كل اسبوع عشان يبقى اللعب قدامها مش من وراها، وبعد كده نسحب اللعب من جسمهم بهدوء. ما هم خلاص بقوا عاملين زي المدمنين. ودي يا سيدي كل حاجة من ساعة ما حضرتك شرفت لغاية دلوقتي. تمام يا فندم؟
حرف الشين. حرف الشين. اتوبيس كومبليه. اتوبيس كومبليه. وهي اتوبيس كومبليه بحرف الشين؟ يا حبيبي ده اسم اللعبة. طيب كل واحد يحط الورقة قصاده. ولد شريف. شاكر. بنت شريفة. شريفة ايه؟ ما شريفة هو شريفة. كتبت ايه انت طب يا فالح؟ شاكرة. شاكرة ده مش اسم يا ابني، شاكرة ده صفة. خرجت شيماء من المستشفى شاكرة. ايه شاكرة دي انت كمان؟ مش عارف، ما جاش في بالي اي اسم بنت بحرف الشين يا شيماء. عندك حق. دي مش محسوبة يا مازو. بلد شيكاغو. شمال افريقيا. ايه الغباوة دي؟ سد ودان بولي يا حبيبي احسن تعدي منه. خايفة يتعدي مني ومش خايفة يتعدي من ابوه الملط. وعلى فكرة كان ممكن اكتب بنت بحرف الشين شويكار، بس مش كاتبها عندن فيك. ومالها شمال افريقيا؟ شمال افريقيا مين دي؟ هو في بلد اصلا اسمها كده؟ انت هتخترع؟ يعني ايه يا ماما هخترع؟ في جنوب افريقيا يبقى في شمال افريقيا. انت مش متابعة كورة، دي مشكلتك بقى. احنا على طول بنلعبهم. خلاص دي مش محسوبة. جماد. شوكة. شنب. شلحف. شلحف. ايه شلحف دي يا روحي؟ ايه مش عارف يعني ايه شلحف يا وسيم؟ يعني الشخص اللي ملوش لازمه، اللي عالة على المجتمع، يعني اللي مراته بتصرف عليه، يعني باراشوت. يخرب بيتك بوظت المفرش. انا اسف. اللي بعده يا بسوني. أكلة. شاورما بس لحمة. انا كمان كنت طالب لحمة على فكرة. خلاص هاخد انا فراخ. على فكرة أكلة بالشين كان ممكن أكتب شكشوكة برضو، بس عندن فيكي مش كاتبها. حيوان. نعم. حيوان بالشين. شيتا. لا ثواني بقى يا مازو، أنا عندي حيوان أكبر منها بالشين. شويكار. أيوة شويكار. في إيه؟ خلاص الإجابة دي مش هتتحسب، ويبقى فريق مازو هو اللي كسب. مبسوط يا مازو؟ اهو ادي انت بتلعب معانا اهو. مبسوط قوي. اهلا وسهلا يا خواجه. زي ما وعدتك حته اثري اصلي هي، وما تفتكرش يعني والعياذ بالله ان هي بتاعتي. لا دي بتاعت واحد صاحبي حبيبي زيك كده، وارثها من ابوه، وابوه وارثها من جده، وصولا لتحتمس الاول. بص كده هتلاقي مكتوب عليها ميد ان تحتمس الاول. كاتش give me the money all the money now. جميل. stay here. نبيلة هنتجوز امتى؟ دلوقتي لو حبيت. يلا بينا نروح ندور على اي مأذون. انت هتشتغلني؟ هتيجي تقابل اهلي امتى؟ انا اهلي كانوا وشي. بالهنا والشفا على اهلك. بص يا نبيلة، انا راجل حر، ما ينفعش اتجوزك وانا مش معايا فلوس. انا ما ارضلكيش يعني الاشفاره دي خالص. انا يا سيدي عايزه اتجوز مقشفره مقشفره. يا ست انا ما ارضاش الاشفاره. بقول لك ايه، سيبينا بيها كام بيعه من دول عشان اجيلك محمل بالفلوس، ونتجوز ونعيش في تبات ونبات، واكلك صبيان وبنات. جميل. اهي جت اللي هتعلمك الادب. ربنا يستر ربنا يستر. ما لاقيش عندك مسلات بالمره؟ عامل لي تجري اثار في الاوتيل؟ اكيد في غلط في الاجراءات، اكيد في تشابه في الاسامي. انت كذاب. لا كله الا الشرف والكرامه والوطنيه. ده انا ماسكاك متلبس يا جميل. حق عليا اللي بشغل لكم البازار، بدل ما انتوا شغالين على مزيل العرق ابو بخه والسجاير. نسيت اعرفك، مستر تشانجي بقى. وليد عبد العاطي، بكالوريوس خدمة اجتماعية جامعة الزقازيق، وعميل سري عندنا في الاوتيل. انا عينته مخصوص عشان يمسك المخالفات والمخالفين اللي زيك. يا قفص. لا انا اتضرب بالجزمة، لكن كرامتي في كل شيء. برافو يا مستر. الحقنا يا مستر مالك، بتتبلى علينا. مين الفارس الملثم ده؟ لا حقيقي غلبتيني بافكارك دي، انا مش عارف اكافئك ازاي. على العموم انا هتصرف. اسمعي يا بنتي، اجمعي لي كل العاملين في الاوتيل والنزلاء كمان. وليه النزلاء يا فندم؟ عندك حق، انا ببقى اوفر شويه الصبح، كفايه العاملين. سبت لك مصروفك على الكومودينو عشان انت عاطل عن العمل يا عاطل. ايه ده؟ طب انت وقعت الايس كريم ليه؟ دي حاجه في دماغي انا ولا انتوا سامعينها؟ لا اسراء قايله للجست كله ولا ايه؟ اتفضل حضرتك. انا والشفا اشتغلت كل حاجه والله وتهت. خلاص يا ابني. ايه ده؟ اسف الحقيقه يا مستر مالك، انا جاي لك يعني وكلي طمع، وطبعا عارف حضرتك من زمان، حضرتك انا بحبك جدا يعني، نفسي يعني ترجع تشغلني اي حاجه في الفندق ان شاء الله، مدير اي حاجه يعني، اشتغل مدير اي حاجه واجيبها بقى من تحت واجيبها من الصفر. انا اسف، وعلى فكره
ده مش قراري، ده قرار مسز اسراء. انا حيالله اونر. حيالله اونر؟ حضرتك الاونر اعلى من المدير على فكره. هي مفهماني كده، قالت لي انت اونر، تقعد هنا لا تهش ولا تنش، وانت عارف في الشغل ما بتهزرش. طبعا الشغل ما بتهزرش، في البيت ما بتهزرش، ما بتهزرش اي حاجه. انا اسف يا مستر مالك على الوقت اللي ضيعته لك ده. طب اخلي السي في مع حضرتك لو فكرت ممكن حضرتك. لا ملوش لازم، خده معاك. كنت متاكد ان حضرتك هتقول لي. بعد اذنك. يلا. شرف. دي كانت زلة لسان والله غصب عني. لا زلة لسان ولا نيلة. اسمعي يا اسراء، ما ينفعش تزعلي قدام الجسم. الموضوع ده لو اتكرر تاني انا هسيبك. انت زعلت يا جميل؟ والله هسيبك. لا ما اقدرش، انا عملت كده عشان بس ما حدش يشك فينا. ما هنفضل مخبيين لحد امتى؟ مثير المستخبي يبان. انا ما بخافش غير من جرأتك دي، مع انها اكتر حاجه بحبها فيك. بس يلا يا جميل امشي احسن محدش يشوفنا مع بعض. يلا ما يشوفونا، ما احنا في الشغل مع بعض، هي اول مره. ايوه يا جميل، بس لو حد عرف اللي ما بيننا هتبقى فضيحه. واي فضيحه. امشي نجرب نروح اشوف شغلي. يلا. حاضر. يلا وامشي عادل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعانا الدكتورة ثريا سليمان. أي أسئلة أو استفسار الأرقام موجودة على الشاشة، تقدروا تتصلوا وتعرفوا. يا ابني ربنا تواب وغفور. الو مساء الخير، انا اسمي موزو وكنت عايز اعمل مداخله. كلنا محتاجين نقدر قيمة العفو، دي سمة من سمات الإنسان الصالح. معنا اتصال تليفوني من مازو وبنقول اتفضل يا مازو قول مشكلتك. انا اسمي موزو وكنت قعدت فتره من حياتي العب، بس الحمد لله اتعالجت وبطلت لعب. معلش يعني تلعب ازاي يعني؟ كلنا لعبنا يا ابني. لا انا اللعب بتاعي كان تقيل شويه، يعني اذيت بيه ناس كتير قوي. فانا السؤال دلوقتي، هل انا لازم اروح لواحد من اللي اذيتهم اعتذر له ولا خلاص كده؟ معلش يا استاذ مازو، احنا محتاجين بس نفهم اكتر ايه نوعيه اللعب اللي انت كنت بتلعبها. يعني انا مثلا مره اتراهنت مع وسيم ده واحد صاحبي، مين فينا يقدر ينكد على منطقه اطول فتره ممكنه، فانا قطعت النور عن الشارع كله في عز الحر. ومره كمان اتراهنا مين فينا ينيم المنطقه من المغرب، فسيبنا ذبابه التسيتسي في الشارع كله. هو موضوع قطع النور ده كان في المعادي؟ صح، في شهر 7 سنة 2010. ايوه ساعة ماتش مصر ونيجيريا بالظبط. هو انت يا حقير يا كلب يا واطي، لحمة الشهر كلها باظت في الثلاجة. لما انت السيتسي يا واطي، ده انا قعدت شهرين انا ومراتي في البيت جالنا الملاريا، ودي هنا اللي جابت مظبوط. استنى لما تسافر عند ربنا. في ايه يا مازو؟ بتتخانق مع مين؟ ده انت صوتك جايب لاخر الشارع. بس يا شيماء والنبي، الناس دي ما ينفعش معاها الاحترام، دول عايزين مازو بتاع زمان يلففهم حوالين نفسهم. طب خلاص سيبك منهم، انا هغير لك المود بتاعك. بص، السبونسر بتاعي عامل حفله تنكريه وانا عايزاك تيجي معايا. ايه السبونسر دي؟ ده حاجه عندك في العربيه؟ لا، السبونسر ده اللي هو الراعي الرسمي للبرنامج الاونلاين بتاعي، وانا ما ينفعش اقول له لا. بس انا ينفع اقول له لا؟ انا زهقان بس مش لدرجه اني اروح معاك انت حفله، روحي لوحدك. مازو عشان خاطري والنبي يا مازو، الحفله التنكريه دي الدخول فيها كابلز، يرضيك ادخل لوحدي ولا انت بقى عايزني امشي من البيت عشان يخلالك الجو وتقعد لوحدك وترجع للعب تاني؟ لا يا مازو حرام عليك، انا ما صدقت بطلت. خلاص هاجي معاكي. ترى شايله ايه في شنطتك تاني يا ايسو؟ روج يا ايسو يا محترمه. موبايل. احنا على ميعادنا، هستناكي، ما تتاخريش عليا. ويسو ما شفتش شنطتي يا حبو؟ هنا يا قلبه اهي، هنا قصدي اللي كنتي قلبه. ايه ده؟ ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ لا مفيش، انا الجو برد قوي، بردان هموت من البرد. انت نازله ولا ايه؟ نازله. نازله فين؟ ايه؟ سؤال صعب قوي كده. نازله عندي نايت شيفت في الشغل، ما انا لازم اصرف على البيت. انت ناسي ان انت عاطل؟ سوري يا حب، انا اسف معلش. لا عندك حق، اتفضلي. جميل. ايه؟ جميل يعني احساس ان انت عندك مسؤوليه وبتصرفي على البيت. طيب انا هنزل بقى، ها؟ باي باي. باي باي. مستعجله قوي، وحشك قوي سي جميل.
يا اسراء اتاخرت ليه؟ اتوغشت عليكي. الله مش بجهز. اخ من دلعك، اركبي. يا يسو ايه الضحكه دي؟ انت عمرك ما ضحكتي لي كده. تاكس. انا يا اسراء، انا بتعملي فيا كده؟ ماشي. تاكس وراهم. يا غبي يا غبي وراهم وانا معاك يا غبي، استنى. بنعمل ايه هنا يا شباب؟ وايه السبونسر المهزأ بتاعك ده اللي ملبسني بروسلي ملبسك ايه انت؟ اندرتيكر. ده اندر بس. اعمل ايه بس يا مازو؟ الشغل عايز كده، هي دي طلبات السبونسر عشان خاطر الفانزات. على فكره يا شيماء، جمع فانز مش فانزات، زي ما جمع كانز مش كنزات. هو انت اللي هتعدل عليا؟ انت اصلا كنت فاكر ان السبونسر يعني حاجه في العربيه عندي. بقول لك يا شيماء، انا خايف قوي نكون بنلعب وانا لما صدقت بطلت لعب. نلعب ايه بس؟ استغفر الله العظيم يا رب. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخباث، الله ما يرجعها ايام. لعب ايه يا موزو بس؟ ده اسمه تفاعل مع المجتمع. ده تفاعل؟ تفاعل اصفر. لو سمحت ممكن بس اشوف الوش بتاعك ده عشان عاجبني وعايزه اشتري واحد زيه؟ طبعا اتفضلي. ما عجبنيش. ماشي حاضر. تعملي ايه؟ تفاعل اصفر برضه زيك. السلام عليكم. للاسف يا فندم مش هينفع تدخل، الدخول كابلز بس. ايوه دخول كابلز، انا مراتي جوه. يا فندم هي دخلت مع راجل تاني. ايه ده؟ دخلت مع راجل تاني؟ هو الموضوع متسيح له قوي كده؟ انت عارف حاجه ومخبي عليا؟ يا فندم الدخول كابلز بس، ومعنى ان هي جوه دلوقتي يبقى اكيد دخلت مع راجل تاني، وبعدين كمان المفروض حضرتك تكون متنكر. متنكر؟ زي دول كده؟ واو حلو قوي الكاستم بتاعك. انت متنكر ايه؟ انا متنكر؟ انا متنكر. انا اصلا اسمي وسيم، بس انا متنكر في مجدي. مجدي؟ مين مجدي؟ مجدي ده اللي هو احمد حلمي في اكس لارج، عارفاه؟ لما كان طالع تختوخ كده قلبوزه. بحب الشخصيه دي قوي قوي يعني، حلو عليا. ايوه. انت حلو التنكر بتاعك قوي، بس يا خساره. ليه يا خساره؟ انت داخله مع مين؟ مش ده الاسكندر الاكبر ده تقريبا؟ ايوه الاسكندر كان قائد على فكره، ده صاحبي. صاحبك كمان؟ مش مكسوفه؟ يلا الحلو ما يكملش. ليه ماله؟ ماله؟ يعني انا ما بحبش اجيب سيره الناس قوي يعني، عشان الواحد برضه مليان بلاوي الحمد لله يعني، بس يعني على الاقل بص لابس جيبه وبتاع، فمش تمام يعني، مش هنتكلم كتير مالناش دعوه. طب اعمل ايه يعني؟ تعملي ايه؟ الناس المتوحشه المفترسه اللي زيك دي بيبقوا عايزين حاجه احجام، اللي هو زي مجدي زي كده. تيجي نفكنا منه وتدخلي معايا؟ يلا حيوانه. كابلز اهو. مازو. ايه؟ عم دهب داس على رجلي. عم دهب مين؟ اللي قاعد هناك ده. اللي قاعد هناك ده داس على رجلك ازاي؟ رجله مش طويله قوي كده. وهو معدي من جنبنا داس على رجلي عشان يعكسني. اضربه يا مازو. اضربه ايه يا شيماء؟ ايه الهبل ده؟ وبعدين هو اصلا مش بيبصبص لك انت، ده بيبصبص للشخصيه اللي انت لابساها. يلا انت هتمسك المنشاكو ده، اضربه بالمنشاكو في اسنانه، واهم حاجه تقلعه الوش كده عشان نعرف هو مين. يا شيماء بقى مش وقته بقى كده. يلا بس يا مازو، يلا اسمع كلامي. بالمنشاكو على طول على وشه. انت يا عم انت بتعكس مراتي ليه؟ انت ما بتشوفش؟ عكسها ايه وانا كلمتها؟ ما انا قلت لها، انت بتقول لي انا اقول لها. لا يا مازو، ده طلع مش هو اللي داس على رجلي. يعني انت لما قلعتيه الوش عرفت ان مش هو اللي داس على رجلك؟ هو داس على رجلك برجله ولا بوشه؟ بوش رجله. احنا اسفين. يلا عقليا يا عيني وبتتعالج معلش. ايه؟ الراجل اللي هناك ده داس على رجلي. رجلك ايه؟ يوه ما تقلع بقى الماسك ده، عايزه اشوف وشك. قلت لك ما ينفعش اقلع الماسك، انا مش لابس اي حاجه تحتيه. ايه الهبد ده؟ طب بقول لك ايه، ما تيجي نروح نرقص؟ لا ما ينفعش ارقص، انا عامل شخصيه واحد تخين ان هو مجدي ده ما ينفعش ارقص ان هو تخين ولا ايه؟ سيبيني بقى اعيش الشخصيه اللي انا عاملها، وانت كمان عيش الشخصيه اللي انت عاملاها.
تفهمنيش غلط، مش قصدي حاجه يعني. بقول لك ايه، في شله حيوانات هناك وهقف معاك. اوكي. اجيلك تاني. انت فين يا جميل الكلب؟ لا انا اسف، مش قصدي على حضرتك، انا اسف، انا قصدي التاني الكلب جميل. حضرتك كلب جميل برضو وكل حاجه، انا اسف مش هتفهمني. انجوي الحفله، انا اسف، اتفضل. اوعى شعري، اوعى شعري، اوعى. الاكل لسه ما نزلش. ازيك يا اسراء؟ مستر وسيم انا اخرس. وسيم انا هفهمك على كل حاجه. اخرس انت كمان، بتستغفليني يا اسراء؟ فاكراني مش هعرف؟ وسيم انا ما تنطقيش اسمي على لسانك تاني. بعد كل الحب اللي حبيته ليكي ده تدخليني ومع مين؟ مع ده؟ الله ماله ده؟ مش احسن من الغريب يا راجل، ده انا كنت بحافظ لك عليها. لا اصيل، اصيل يا جميل. والله يا مستر وسيم هي اللي اغرتني بالمال وقالت لي هتنبسط معايا قوي قوي. كمان قوي؟ الموضوع ده حصل كام مره؟ 27 مره. 27 مره؟ ازاي يا اسراء؟ لا وانتي مش 27 تقريبا. كدابه 28 مره. 28 مره كمان؟ طب تعالى يا جميل. لا يا مستر وسيم تعالى. بطوط ده بيعاكسني. بطوط؟ وقبليه عم دهب؟ لا شيماء انت واضح ان عندك مشكله شخصيه مع مدينه البط. لا خالص، انا بحبهم جدا، بس هو كان بيعاكسني. اضربه يا مش هو اللي كان بيعاكسني. معلش احنا اسفين. يا شيماء حرام عليكي، احنا ضاربين نص الحفله لحد دلوقتي، يلا نمشي من هنا قبل ما يضربونا. يا جدعان حصوا عني بدل ما اموته. ايه ده؟ مش ده صوت جميل الحرامي ولا انا بيتهيألي؟ وجميل ايه بس اللي هيجيبه هنا؟ تعالى هنا، انت هتسيبني معاه لوحدي؟ ايه ده؟ مش ده صوت اسراء ولا انا بيتهيألي؟ وايه اللي هيجيب اسراء هنا؟ كفايه بقى تعبت، حرام عليكم. اظن بقى هتقول لي هو ده صوت وسيم ولا انا بيتهيألي؟ لا طبعا ده مش صوت وسيم، ده وسيم نفسه. استنى يا معزو. اخيرا وقعت يا جميل. لا يا مستر وسيم، انا طول عمري الراجل بتاعك. ما تتكلمي يا وليه، فاهميه. كفايه بقى، اطلع منها انت يا جميل وامشي دلوقتي. امشي انت يا جميل؟ بتدافع عنه؟ بتخونيني وبتهربيه يا اسراء. كفايه عبط بقى، ده بلاستيك. بيبي انت فين؟ انا زهقت من الحيوانات. نعم، مين دي ان شاء الله؟ دي واحده حيوانه زيك يا حيوانه، جايه الحفله مع واحد حيوان عشان يضحكوا على الحيوان اللي زيي. امشي يا حيوانه من قدامي. اتكلوا على الله يا جماعه لو سمحتوا، ما حدش يقف لنا هنا. الست دي مراتي، والله العظيم مراتي. ايه ده؟ هو انت كمان تعرف السبونسر؟ سبونسر مين يا حيوان؟ انت كمان انت اتجننت ولا ايه؟ اي عبط. بعدين انت مالك؟ واحد بيتخانق مع مراته، انت مالك؟ مراته؟ هي دي اسراء؟ اسراء؟ ايه يا ايسو؟ انت المكان هنا كله عارفك ولا ايه؟ انا ليه من الحيوان اللي مشي ولا من الحيوان ده؟ ايه يا وسيم؟ انا مازو. مازو؟ انت لابس نحله؟ في ايه يا وسيم؟ ايه اللي جابك هنا وايه اللي بيحصل؟ ايه اللي جابني هنا؟ انا جيت هنا عشان اعرف الحقيقه. اتفضل. اسراء مراتي اللي انا بستأمنها على كل حاجه طلعت. انا هفهمك على كل حاجه. انا بلعب يا وسيم. ما هو باين يا اسراء بتلعبي بديلك. لا بلعب. ايوه بتلعبي صح، بتلعبي بيا وبمشاعري، كل احساسي، بتلعب بكل الايام. بلعب، بقول لك بلعب. اسراء معقوله؟ استغفر الله العظيم، بعد كل ده تطلعي انت اللي بتلعبي؟ ده احنا كنا ما صدقنا خلصنا من اللعب ده. معزو يلا يا حبيبي، دي حاجه ما تخصناش. يلا. لا تخصك يا حبيبتي. استوري عليا. انا بلعب قدام شيماء. أهلا بكم في لعبة اللعبة. شكل كده جيت في وقت غير مناسب. التحدي النهاردة كان اللي هيعرف يطلع سمير مرجان من الحفلة. سمير كان لابس كلب البحر. طبعا انتوا الاتنين خسرتم، لكن نظرا للظروف المتكهربة دي هعتبر التحدي المرة دي تعادل. شفتوا بقى أنا قلبي حنين ازاي؟ كده شيماء 111 وإسراء 106. يلا أشوفكم في تحديات مقبلة.